طبعا بمدينتي نزل ثلج اليوم، صار له 20 سنة ما نازل هيجي بألمانيا. خلينا اشوفكم. طبعا هاي مثل ما تشوفون كمية الثلج هنا مو طبيعية، يعني هاي ابسط مثال على رجلي. شوف ايش قد طبت، تقريبا 5 سنتيم، واذا طب لي هناك بعد اكثر. يعني هاي هنا عودلين بالبداية، يعني نزل ثلج تقريبا 15 الى 20 سنتيم، يعني ثلج مو طبيعي كلش هواية. فالسؤال اللي خطر ببالي يعني من شفت هذا الثلج، يعني تخيل هذا الثلج نزل عندنا بالعراق، يعني حكومتنا ايش راح تسوي مثلا؟ فالله سبحانه وتعالى يعرف كل من يطيع على قد امكانيته وقدرته. يعني احنا عندنا بالعراق نزل مطر، غرقت الشوارع، غرقت البيوت، المدارس بعد وقفت، الدوائر وقفت، الناس قامت تتكهرب من وراء الكهرباء. فاذا ينزل هيك ثلج يعني عندنا بالعراق شو يصير الوضعيه؟ شو يصير برايكم؟ وانا اقول يعطون اجازه اسبوع. اما هنا بالمانيا لا، الوضع مختلف. ثاني يوم الصبح طلعت سيارات نظفت الشوارع يعني على الناس، يعني مكان على قد الناس تمشي بيه، يعني مثل هسه اشوفوا قبالكم، ومشى الوضع طبيعي والناس راحت شغلها ولا كأنه اكو شيء ابدا. مع العلم درجة الحرارة اليوم هي يعني سالب 12 وصلت. تخيل بس ألمانيا كوكب ثاني. يعني مثل ما تشوفون هذا الحجة هسه اللي قبالكم، يعني هيجي ثلج، قد ما اكو ثلج قوي بعد طلعوا ذل العصر مالتهم على مود يعني ما يوقعونه وهيجي امور. طبعا انا ما اقدر اخفيكم، انا متعة حياتي اللي هي اشوف ادوس بالثلج. يا اخي شعور يجنن، يعني تجيك هيك تحس براحة، توخر الشتغيس، يعني ترتاح كلش ترتاح. شوف اخبع الصوت هيك ويلي، صدق راحة نفسية. اسمع ايا والله متعة مو طبيعية. هاي طبعا من هواياتي، يعني لما اشوف ثلج احب امشي بيه، يعني كلش تحس براحة مو طبيعية، شعور ما ينوصف والله. اسمع اخي ترتاح تحس يعني مشاكلك، الضغوطات اللي عليك شلون تدوس هسه عليهن وتكسرهن، يعني هيك شيء، يعني شعور ما اعرف شلون اوصف لكم اياه، بس بصراحة حلو. شوفوا كمية الثلج، بحيث حتى هاي السكة من كثر ما ثلج يعني شوف شبه تغطت. ثلج مو طبيعي بالمانيا نازل. هاي الاطفال هنا يلعبون يتزلجون، هاي الناس هنا مجتمعين شوفوا هذا يتزلجون. اشوف الناس شلون متونسة. شوفكم شغله، طبعا بعد ثلج هذا كله طبيعي، بعد الثلج شوفوا كله طبيعي. بس الشغله اللي مو طبيعيه، البارحه خليت هاي المطاره هنا كانت بيها مي حار، اليوم لقيتها متجمده، مو بس متجمده، شوف ايش قد ما الجو بارد برا، مكسوره المطاره. مع العلم هذا قزازه كلش قوي، شوف لاحظ لي حبيبي. مكسوره المطاره والمي متجمد يعني تجميد، يقول لك حاطه ثلاجه بفريزه. فاللي يجي ويقول يعني اجواء المانيا مو بارده، احسن شيء باوروبا هي المانيا من ناحيه البرد، فلا حبيبي متوهم اليوم درجه الحراره سالب 12. هاك شوف الثلج عباره عن متر تقريبا صاعد، شوفه الاسقود. يعني والله وقت تتخيل حياتي ما تخيلت يجي يوم انظف ثلج. يلا اليوم انا دا انظف ثلج. تفضل شوف ايش قد ثلج واقع. اوه